بعد ما رسميا خوسيه ريبيرو مشي عن النادي الاهلي، بقى فيه حوالي 30 مدرب. كل ما حد بيلاقي مدرب قاعد في البيت مش معاه نادي يقول لك المدرب ده النادي الاهلي بيتفاوض معاه. لكن انا جايب لك 6 مدربين حاليا هم اقوى مرشحين للنادي الاهلي، فيهم 3 من اسبانيا و2 من البرتغال و1 من المانيا. تفضل وليس امرا، لو مش مشترك في القناه اشترك واعمل لايك ويلا بينا. 6 مدربين اللي انا جايبهم لك فيهم 3 بنسبه 0%، اصلا النادي الاهلي اتكلم معاهم، فيهم 3 بنسبه 90%. المدرب النادي الاهلي الجديد مش هيخرج منهم، لان النادي الاهلي داخل فيهم بقوه، والنادي الاهلي لو ما خلصش في ده يخلص في ده، لو ما خلصش في ده يخلص في ده. المهم مدرب النادي الاهلي الجاي مش هيخرج بره ال3 دول، وال3 اللي انا هقولهم لك بنسبه 0%. النادي الاهلي اصلا بيتكلم معاهم. فاول مدرب معانا وهو تشافي هرنانديز، مدرب نادي برشلونه السابق. تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونه السابق واسطوره نادي برشلونه السابق اللي حقق معاهم الدوري الاسباني. حاليا هو بنسبه 0%، اصلا النادي الاهلي يتكلم معاه او جاب سيره المدرب ده. اقول لك ليه. نادي باير ليفركوزن كان عنده المدرب تين هاج اللي مشاه بسبب سوء النتائج في اول، زي مثلا خوسيه ريبيرو كده. لكن عندهم في باير ليفركوزن نفس بدايه تين هاج، هي نفس بدايه خوسيه ريبيرو مع النادي الاهلي، فمشوا تين هاج. طب مين اللي هيكون خليفه تين هاج في باير ليفركوزن الالماني؟ هو تشافي هرنانديز. تشافي هرنانديز حاليا لو اعتبروا خلاص بقى المدرب، ايام زي النادي الاهلي كده، ايام وهيعلنوا عن المدرب ده وهيكون رسميا مدرب نادي باير ليفركوزن هو تشافي هرنانديز. فبنسبه 0% اصلا ان هو يجي يدرب النادي الاهلي، لانه خلاص اعتبره بيدرب نادي باير ليفركوزن. تاني المدربين وهو مدرب اسباني برضه، هو اسمه الجواسيل. المدرب ده كان بيدرب نادي ريال سويسداد سابقا، لكن حاليا بدون نادي. كله بيقول ان هو مدرب مميز جدا، لكن انا ما شفتوش الصراحه ولا اعرف سيرته الذاتيه، فالنادي الاهلي برضه ما اتكلمش عليه كتير. فالمدرب ده نسبه ان النادي الاهلي اصلا يتكلم عنه، لانه مبلغه بياخد فلوس كتير قوي، يعني مرتبه مش حاجه قليله، مرتبه حاجه كبيره جدا. فالنادي الاهلي اعتبره ما اتكلمش عن المدرب ده. نروح بقى لثالث المدربين وهو برضه مدرب اسباني. نيجي بقى للمدرب الثالث وهو برضه مدرب اسباني، لكن ده قصته كبيره قوي، وانا مش عارف ازاي انت كاعلامي او كاي واحد بيشتغل في الشغلانه دي يقول مدرب كده. هو روبن باراخا ده مدرب اسباني، درب نادي فالنسيا سنه 2024. بس القصه في ايه بقى؟ ان المدرب ده لعب معاهم حوالي 12 ماتش، جاب في ال 12 ماتش ده 17 نقطه بس، يعني لعب معاهم 12 مباراه جاب 17 نقطه. يعني شوف كميه التعادلات وكميه الخساره وكميه ما اعتبر ما فازش اصلا، يعني هو اعتبر فاز مباراه واحده بس. لكن انا شايفه مدرب، هو ده السي في بتاعه، هو النادي الواحد اللي دربه هو نادي فالنسيا. فانا شايف المدرب ده ما يصلحش خالص للنادي الاهلي. نخش بقى على المدربين البرتغال. في اول المدربين البرتغال اللي انا اقوله لك هو ابيل فيريرا، مدرب برتغالي كان بيدرب نادي بالميراس البرازيلي. مدرب مميز جدا جدا، بيعرف يدافع، بيعرف يهاجم، بيعرف يتحكم في خط الوسط، وهو اعتبر روح الفريق، قلب الفريق هو خط الوسط. فمدرب مميز جدا جدا. لكن العائق الوحيد اللي واقف قدام المدرب ده هو المبلغ المالي اللي طالب 8 مليون دولار في الموسم، والنادي الاهلي اخره 4 مليون دولار. فان هو ينزل بالراتب من 8 ل 4، انا شايف ان دي حاجه مستحيله. لكن هو كمدرب مدرب مميز، ومش ممانع ان هو يدرب في افريقيا، يدرب النادي الاهلي. لكن المدرب العائق الوحيد زي ما قلت لك هو المبلغ المالي. فالنادي الاهلي يعرف يتصرف، يعرف ينزل المبلغ المالي، يبقى جاب مدرب كويس جدا جدا. هو ده اللي النادي الاهلي شغال عليه حاليا، هو المدرب ده ابيل فيريرا، مدرب برتغالي مميز جدا جدا. فيا ريت النادي الاهلي لو يعرف يقدر يخلصه بمبلغ حوالي مثلا 5 مليون 6 مليون، لكن 8 مليون ده هيكون مبلغ كبير جدا جدا. ونيجي بقى للمدرب البرتغالي الثاني، هو الغني عن التعريف جوزيه جوميز طبعا كان مدرب نادي الزمالك، سابهم وراح نادي الفتح السعودي. جاب نادي الفتح السعودي من المركز ال 18، نهى معاهم الدوري، خلص معاهم الدوري للمركز العاشر. يعني النادي كان اول ما اتعاقد معاه كان في المركز ال 18، اول ما جاب المدرب ده خلص معاهم الدوري في المركز العاشر. طبعا مدرب عنده شخصيه كلنا عارفينه، باقل لاعبين مع نادي الزمالك ما كانش عنده اعتبار مهاجمين، عمل اداء اسطوري، خد بيهم السوبر الافريقي، خد بيهم الكونفدراليه، وكان برضه عامل مراكز كويسه في الدوري. فانا شايف المدرب ده شخصيه ومدرب كويس جدا جدا للنادي الاهلي، خصوصا ان هو فاهم الدوري المصري. فانا مش عارف النادي الاهلي هيعرف يدفع الشرط الجزائي اللي هو مليون دولار، او النادي الفتح اصلا هيرضى يفرط في المدرب ولا لا. هنشوف الكلام ده برضه. فبرضه النادي الاهلي شغال على المدرب ده برضه بنسبه 90%.
نيجي بقى لاخر مدرب معانا وهو الاقرب بطريقه كبيره جدا جدا، وهو ماركو روزا. ماركو روزا من افضل المدربين اللي تعرضوا على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيفكر فيه بطريقه جامده جدا. مدرب يا جماعه هو مش محتاج كلام، السي في بتاعه معروف، كان بيدرب نادي بروسيا الالماني، فلاعب جامد جدا يعني. درب نادي بروسيا دورتموند. مدرب يا جماعه هجومي دفاعي، بيلعب خط وسط، بيلعب على الهجمه المرتده السريعه، مدرب شاب بيلعب كره قدم حديثه، هو اللي النادي الاهلي عايز دلوقتي. مدرب شخصيه بيعرف يتحكم في اللعيبه، اللعيبه النادي الاهلي دلوقتي عنده نجوم كبيره جدا جدا، هو بيعرف يتحكم، هيعرف يتحكم في اللعيبه ويعرف يحكم اوضه اللبس. مدرب لكن العائق الوحيد قدامه برضه هو المبالغ الماليه اللي طالبها، برضه طالب حوالي 8.5 مليون يورو، لكن النادي الاهلي يقدر يدفع. انا شايف النادي الاهلي مستحيل برضه يقدر يدفع، لانك جايب دلوقتي مدرب برضه زي ابل فريرا برضه عايز 8 مليون، رحت لماركو روزا عايز 8.5 مليون. لكن انا شايف النادي الاهلي لو يعرف يخفض ل 5 مليون يجيب اي واحد من الاثنين مميزين، والسي في بتاعهم الثاني كان بيدرب بالميراس والثاني بيدرب بروسيا دورتموند، مدرب مميز جدا جدا. طيب مين الافضل؟ اللي انا شايفه الافضل هو ماركو روزا، مدرب كويس جدا جدا مش محتاج كلام. وبرضه ابل فريرا، والاهلي يعرف يخلص يبقى عمل حاجه جامده جدا جدا. وقبل ما اخلص الحلقه برضو جالي مدرب تاني مطروح على قائمه النادي الاهلي، لكن بقول لك برضو المدرب ده هضيفه لنسبه 0% النادي الاهلي يجيبه، لان المدرب ده نادي فنخربشه التركي، برضو بعد ما مشى مورينيو دخل في مفاوضات مع المدرب ده، فطبعا مش هيجي يدرب في افريقيا ويسيب فنخربشه التركي. فنادي فنخربشه طبعا بيدفع مبالغ كبيره جدا جدا، فشايف ان المدرب ده يروح. والمدرب ده اسمه روجر شميت، مدرب كبير جدا جدا. المدرب ده انا اول ما سمعت اسمه ان هو يجي النادي الاهلي، لكن بعد كده عرفت ان نادي فنخربشه التركي ممكن يتعاقد معاه، ودخل في مفاوضات جاده معاه بعد ما مشى جوزيه مورينيو، مدرب كبير لكن مشاه وحصل. مش هنفضل نتكلم في المواضيع دي كلها وبس، هنا تكون خلص الحلقه. فقلت لك 4 مدربين حاليا بقوا 4 مدربين، النادي الاهلي بنسبه 0% اصلا ان هو يتكلم معاهم. وقلت لك 3 مدربين النادي الاهلي بنسبه 90% هيكون هو ده المدرب الحالي للنادي الاهلي بنسبه 90%. النادي الاهلي قدامه 15 يوم يفكر في اي مدرب، فبنسبه 90% المدربين اللي انا قلتهم لك دول. فلو وصلت لحد هنا قدر تعبي واشترك في القناه واعمل لايك فضلا وليس امرا. السلام عليكم.